في الرياضة المصرية في قطبين، قطب موجب وقطب سالب. القطب الموجب الأهلي، مجلس إدارته بلعيبته بجمهوره، ده واحنا عارفين هو ماشي ازاي من زمان. في بقى القطب السالب، القطب السالب وده معروف هو مين؟ الزمالك، بلعيبته بإدارته بدنيته. جينا امبارح كان الزمالك والداخلية بيلعبوا، وتعادل مع الداخلية. الزمالك اتعادل مع الداخلية 1-1 في آخر ثانية خالص في الماتش. قال لك التحكيم واللي مش عارف ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه. يا جدعان احنا كل شوية يتقال علينا التحكيم، يتقال علينا مش عارف ايه، يتقال في ايه؟ الناس دي كل شوية بترغي ليه في الكلام دوت؟ ما لعبتوش ليه من الماتش؟ طب ما احنا كنا بنفس الكلام برضو بنقول الكلام دوت على في متوشة. اللعيبة مش حلوة، بنقول اللعيبة مش حلوة. تيجي انت تتكلم في التحكيم، بتتكلم في مش عارف ايه بتتكلم. طيب ماشي انا معاك، التحكيم ساعات بيظلم، تحكيم مش عارف ايه الكلام ده. يجي لك بقى ايه؟ يسيبك من الكلام ده كله، يجي لك المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يدخل في مداخلة على قناة نادي الزمالك مع كباتن الزمالك، ويقول ان عنده 2 لعيبة بيحششوا، والتالت بياخد اللعيبة يعزمها على فسيخ بايظ، اللعيبة تبقى بطنها مش قادرة وما تلعبش الماتش كويس. يسهروا بالليل ويجي يلعبوا كورة بطنهم توجعهم، كل واحد يجيله اسهال وبتاع والكلام ده، انت فاهم ازاي؟ وياخد انتبيوتيك وانتينال وتيت والشريط. فكك بقى من الكلام ده كله، الكلام ده كله هري وداخلي وبتاع والكلام ده احنا ببعض. يجي لك بقى صحيفة من البرتغال، صحيفة برتغالية اسمها ريكورد، دي متابعة اخبار الدوري المصري عشان البروف، عشان عندنا بروف في كورة، يعني عندنا دماغ عالية قوي اسمه البروف، ماسك نادي الزمالك، مدرب نادي الزمالك. البروف بقى يا باشا البلد بتاعته كتبت اهل الزمالك، كتبت ان لعيبة الزمالك خسرت ماتش واتعادلت ماتش بسبب ان اللعيبة بتشرب ماريجوانا. هخلعها، هخلع دقني، انا هخلع دقني بسبب تصريح اتقال خلت اوروبا تتكلم على فرقة مصرية جوه مصر، المفروض ان دي منافسة واكبر منافس لاكبر نادي في القارة ومصري، وبيتقال ان اللعيبة بتاعته بتشرب ماريجوانا. طب ما عندهم حق، اذا كان رئيس النادي ذات نفسه بيقول الكلام ده، بيقول الكلام ده على 2 لعيبة من عنده، يبقى عندهم حق ان هم يقولوا الكلام دوت. رخر برضو احنا برضو بنقول لما كل شويه تتكلم ليه في التحكيم، والتحكيم صليم، التحكيم مفيش حاجه. وبرضو الواحد برضو ما كانش عارف عبد الغني عمال بيجيب جوين في نفسه ليه؟ زيزو كل شويه يقف في الارض ليه؟ المستوسي بحس ان هو بيشوط الكوره بيشوطها في عواد بيقفش فراخ. في حاجه غلط في الفرقه، اتاري الاصطف عاليه اتاري الاصطف عاليه. يا نهار اسود، يا نهار اسود على ده نادي، يا نهار اسود على ده نادي وعلى ده جمهور وعلى ده كل حاجة بتصدقه وبتمشي وراه. يعني ايه ده الكلام ده؟ والبروف، بروف يجي لك مثلا، أنا متخيل مثلا البروف مثلا ايه في اوضه اللبس ولا حاجه، العيال دي بتكلم بعضيها ويقول لك يابا الاستفه امبارح كانت عاليه قوي، انت لعبت ماتش حكايه، انت ماشي على الخط ليه؟ قال لك عشان اشد الخط لاخره. بروف يقول لهم يا جماعه انا عايز اسرع واحد في الملعب يقدر يلف لي الملعب ده في قد ايه؟ يقول له سجارتين يا ريس. يا جدعان ارحمونا يا جدعان ارحموا عقولنا، ارحمونا بقى، ارحمونا. مش دي الرياضة ولا دي الكورة، هي دي زيزي، هي دي زيزي وده شعب زيزي ودي ده نادي زيزي. اللهم لك الحمد ان الواحد اهلاوي، اللهم لك الحمد ان الواحد اهلاوي. الواحد بيخش نادي الاهلي ده بيفتخر اقسم بالله باللي بيشوفه. اللعيبه ملتزمه وفي مواعيدها، واللي بيتاخر بيتغرم واللي مش عارف. ده بيقول لك بيجيبوا معاهم حشوه نسوان. تخيل انا داخل التمرين معايا موزه كده في كتفي، انت فاهم ازاي؟ والناحيه التانيه ماسك السيجاره بقول له يلا بروف. انت بتعمل ايه يا ابني؟ بسخن قبل ما العب. ايه يا اسطى الكلام اللي انتوا بتعملوه ده يا اسطى؟ فينا يا اسطى، يا اسطى احنا تعبنا يا اسطى، يا اسطى احنا زهقنا يا اسطى، وكتاب الله يا اسطى خلاص يابا،
خلاص يابا حرام عليكم، دي بقت قناة زمالك كوميدي اقسم بالله، وبقى نادي كوميدي. ده انتوا هتشوفوا ايام سود. دي الايام اللي جاية داخلة عليكم داخلة سودة. اقسم بالله الهري اللي بيحصل في النادي عندكم ده، الحمد لله احنا مستفيدين، احنا إيه اللي مستفيدين، انا مبسوط الكلام ده. بس اللي بيحصل عندكم في النادي ده هتشوفوا ايام سودة والله. لعيبه ضد المدرب، ومدرب ضد اللعيبه، والاداره ضد المدرب واللعيبه، واللعيبه ضد الاداره والمدرب، واللي وتي والتريت والتريت. وفي الاخر اخرتها اسجار وصباح الفل وبكات وندي لبعضين. انا مبسوط، انا مبسوط، احلى فريق في افريقيا، ومبسوط في اللي بيحصل فيه. ولسه ولسه مش عارف المره الجايه تقفشوا بايه يا جدعان، والله العظيم هتدخلوا معاكم بايه. كان في واحد عندكم زمان بيقولوا حرامي جزم تقريبا، ولا مش عارف ايه، دلوقتي محششين وبتاع والكلام ده. يعني انتوا داخلين على ايه؟ داخلين على ايه؟ ربنا يستر عليكم يا رب من البودرة واللايك وتشموا خط الملاعب وبتاع. ربنا يستر عليكم. والكلام مش من عندي، الكلام من عند رئيس النادي بتاعكم، مش محدش يتكلم معانا احنا. والصحافه البرتغاليه، انا بقول لكم اخبار الصحافه البرتغاليه. الحمد لله انا قريت النهارده وشفت اللي حصل، فجيت اقول لكم على السر بقى اللي انتوا. يلا، الله يسهل لكم يا رب. احلى استباحه. سلام.